الايفونات في مصر كلها هترخص لو فعلا رئيس الوزراء عمل اللي هقولك عليه ده. تعال اقولك ايه اللي حصل. رئيس الوزراء قال ان مصر بتستورد موبايلات بحوالي مليار وخمسمائة مليون دولار في السنة، وقال ان في 5 شركات كبرى في الموبايلات، 4 منهم اصلا موجودين في مصر. مصر بقى حاليا بتحاول تقنع شركة ابل ان هي تفتح مصنع ليها في مصر، ويكون المصنع ده جنب مصانع فيفو واوبو وشاومي وسامسونج. فبالتالي لو ده حصل، مصنع ابل نفسه هيكون موجود في مصر، وبالتالي الايفونات في مصر هترخص بشكل كبير جدا لو فعلا الموضوع ده حصل. تفتكروا بقى لو رئيس الوزراء طبق فعلا الموضوع ده، الناس هتبدأ تجري وتشتري ايفونات بشكل اكبر من دلوقتي، ولا برضو مصممين تشتروا اندرويد؟ قولولي في كومنتات.